اهلا بيكم دكاترة تالتة اعدادي في الحصة الاولى عندنا في المنهج. اتفقنا من الفيديو اللي فات في مقدمة المنهج، عرفنا ان عندنا 4 وحدات. احنا هنبدأ بالوحدة الاولى. الدرس الاول اسمه الحركة في اتجاه واحد. ياريت تركز معايا في كل جزء من الفيديو وهتفهم كل حاجة بالتفصيل. ولكن قبل ما نكمل الفيديو حابب افكرك باننا عاملين جروب واتساب بمبلغ رمزي جدا. علشان تشترك معانا فيه هتتواصل معانا على الرقم 010-290-62055. مميزات الاشتراك في الجروب ده ان هينزل عليه مذكرات الشرح ومذكرات الواجب، تدريبات يومية، هتنزل تدريبات يوميا عليه، 3 امتحانات إلكترونية على كل درس وعلى كل وحدة هتقيم بيها مستواك، 4 حل الامتحان في فيديو على الجروب. بعد ما نخلص الامتحان هنحل الامتحان ده في فيديو والفيديو ده هينزل على الجروب، 5 مسابقات وتكريمات، زائد روابط فيديوهات اليوتيوب. بدل ما تدخل على القناة وتفضل تدور على الفيديو الخاص بمرحلتك هتلاقيه على طول بينزل لك على الجروب. 8 وأهم حاجة، اسأل في أي حاجة غير مفهومة وفي أي وقت. 9 متابعة مستمرة. يا ريت تركز معايا كويس جدا في المثال ده. احنا عندنا في الشكل ده شجرة وشخص واقف جنب الشجرة سميناه مازن. تمام. مازن كان واقف عند النقطة A، واقف عند النقطة A جنب الشجرة، اتحرك وصل للنقطة B بعد 3 ثواني. يعني بعد 3 ثواني مازن انتقل من النقطة A للنقطة B. تمام. لما مرت 4 ثواني كمان، 4 ثواني، مازن انتقل من النقطة B للنقطة C. في الحالة دي بنقول مازن في حالة ايه؟ مازن عمل ايه؟ مازن اتحرك، فبنقول مازن في حالة حركة. دي أول حاجة. ليه قلنا ان هو في حالة حركة؟ لانه بيغير موضعه بمرور الزمن، بيغير موضعه بمرور الزمن. في الاول كان عند النقطة A، بعد 3 ثواني بقي عند النقطة B، بعد 4 ثواني بقي عند النقطة C. بيغير موضعه بمرور الزمن. طب الشجرة بعد 3 ثواني كانت فين؟ كانت واقفة في مكانها. طب بعد 4 ثواني هل اتغير مكانها؟ لا، برضو مش بيتغير مكانها بمرور الزمن. فبنقول ان الشجرة في حالة ايه؟ مظبوط، حالة سكون. سكون يعني لا تتحرك، لا يتغير موضعها بمرور الزمن. يبقى لما نيجي نرجع تاني للمذكرة هنلاقيه بيقول لي متى توصف حالة الجسم بالسكون ومتى توصف بالحركة، وجايب لي مثال على شجرة وسيارة. قالك ايه؟ قالك تغير موضع السيارة بالنسبة لموضع الشجرة يدل على ايه؟ يدل على حركتها. ليه؟ الشجرة عندك ثابتة مش بتتغير، ثابتة ومش بيتغير موضعها بمرور الزمن. انما السيارة كانت عند النقطة دي جنب الشجرة، بعد كده ابتدت تبعد، بعد كده بعدت خالص، يبقى بتغير موضعها بمرور الزمن. بيقولك هنا يوصف الجسم الذي يظل في موضعه بمرور الزمن بأنه في حالة ايه؟ في حالة سكون. يبقى هنا الشجرة في حالة سكون. أما عندما ينتقل من موضعه إلى موضع آخر بمرور الزمن فيقال إنه في حالة، مظبوط، في حالة حركة. تمام. من خلال فهمك للكلام ده يعني ايه حركة؟ طبعا احنا عرفنا الحركة مع بعض، طبعا تعريف مهم جدا. الحركة اول حاجة تغير موضع جسم. لازم علشان اقول ان الجسم ده في حالة حركة لازم يكون بيغير من موضعه، ما ينفعش يبقى ثابت. بالنسبة لموضع جسم اخر ثابت، بالنسبة لموضع جسم اخر ثابت بايه؟ بمرور الزمن. يعني بعد 3 ثواني بيبقى عند نقطة، بعد 3 ثواني تاني بيبقى عند نقطة تانية، وهكذا بيغير دايما من موضعه. عندك الحركة ممكن تكون في مسار مستقيم أو منحني. ولتبسيط المفهوم الحركة سوف نكتفي بدراسة الحركة في اتجاه واحد، سواء كان مسار الحركة مستقيما أو منحنيا أو كلاهما. يعني ايه؟ ممكن يبقى عندك مسار الحركة زي ما احنا شايفين في الصورة،
مسار مستقيم بالشكل ده، ممكن يكون مسار منحني، وممكن يكون مسار مستقيم ومنحني في نفس الوقت. يبدأ مستقيم بالشكل ده ثم يبدأ ينحني. ادي عندك طريق بالشكل ده، كان في الاول مستقيم وصل عند نقطة معينة وابتدى ينحني، ولكن في كلا الحالتين الحركة في اتجاه واحد سواء الطريق كان مستقيم او منحني. هنا بيقولك تعتبر الحركة، ركز معايا في المعلومة دي، في خط مستقيم في اتجاه واحد ابسط انواع الحركة. يجي يقولك في الامتحان ابسط انواع الحركة، تقول له على طول الحركة في خط مستقيم واتجاه واحد. طيب عاوزين ناخد مثال على الحركة في اتجاه واحد. عندك حركة المترو وعندك حركة القطار، دي أمثلة على الحركة في اتجاه واحد. يجي يقولك في الامتحان علل تعتبر حركة القطار من أمثلة الحركة في اتجاه واحد. هنقول له طبعا لأن القطار يتحرك للأمام أو للخلف في مسار مستقيم أو منحني أو كلاهما معا، عشان كده بنقول إن القطار بيتحرك في اتجاه واحد، أو من أمثلة الحركة في اتجاه واحد. ونفس الكلام ينطبق على المترو وينطبق على أي حاجة بتتحرك في اتجاه واحد. ندخل على السرعة. المفهوم الثاني عندنا السرعة. قالك يستخدم مصطلح السرعة لوصف ومقارنة حركة الأجسام كما يتضح فيما يلي. إذا كان هناك سيارتان إحداهما حمراء والأخرى زرقاء فأيهما أسرع في الحالتين؟ هنمسك أول حاجة الحالة الأولى. عندنا الحالة الأولى نشوف بتقول إيه. بيقولك إذا تحركت السيارة لمدة 5 ثانية بحيث تقطع السيارة الحمراء أول حاجة مسافة قدرها قد إيه؟ قالك قدرها 100 متر، والسيارة الزرقاء بتقطع مسافة قدرها 50 متر. هما اتنين في زمن قد إيه؟ قالك في زمن 5 ثانية، يعني استغرقوا نفس الزمن. بعد 5 ثواني كانت السيارة الحمراء قطعت مسافة قدرها 100 متر، والسيارة الزرقاء قطعت مسافة قدرها 50 متر زي ما احنا شايفين في الصورة. ادي عندك السيارة الحمراء والسيارة الزرقاء. السيارة الحمراء قطعت 100 متر في 5 ثواني، السيارة الزرقاء قطعت 50 متر في نفس ال5 ثواني. تقدر تقولي ان سيارة هتبقى سرعتها اكبر، السيارة الحمراء ولا السيارة الزرقاء؟ طبعا هتقولي طبعا السيارة اللي قطعت مسافة اكبر دي سرعتها اكبر، اللي تقطع مسافة قدرها اكبر. السيارة الحمراء قطعت مسافة قدرها 100 متر، يبقى هي اكيد الاسرع، هي اكيد الاسرع. ليه؟ السيارتين استغرقوا نفس الزمن، ولكن سيارة قطعت 100 متر وسيارة تانية قطعت 50 متر. نفس الحكاية هنشوفها في الحالة التانية. بيقول لك ايه في الحالة التانية؟ اذا قطعت السيارتان مسافة 100 متر، تمام، السيارة الحمراء والسيارة الزرقاء قطعت مسافة قدرها 100 متر بحيث تستغرق السيارة الحمراء زمن قدره 5 ثانية. السيارة الحمراء قطعت 100 متر في 5 ثواني فقط، والسيارة الزرقاء قطعت مسافة 100 متر في زمن قدره 10 ثواني. يبقى السيارة الزرقاء استغرقت زمن أكبر لأنها تقطع 100 متر، استغرقت زمن أكبر لقطع 100 متر. إنما السيارة الحمراء استغرقت زمن أقل لقطع 100 متر. يعني مين اللي هيوصل في الأول؟ طبعا السيارة الحمراء هتوصل بعد 5 ثواني، إنما السيارة الزرقاء عاوزة 10 ثواني علشان تقطع 100 متر. زي ما احنا شايفين السيارتين قطعوا 100 متر، ولكن السيارة الحمراء قطعت 100 متر بعد 5 ثواني، إنما السيارة الزرقاء قطعت 100 متر بعد 10 ثواني. ان سيارة هتبقى اسرع؟ طبعا هتقولي برضو السيارة الحمراء اسرع. ليه؟ قطعت نفس المسافة ولكن في زمن اقل.
قطعت 100 متر في زمن أقل من السيارة الزرقاء. بيقولك هنا نجد أن السيارة الحمراء أسرع من السيارة الزرقاء. لما يقول لي علل، في أول حالة هنقوله لأنها قطعت مسافة أكبر 100 متر في نفس الزمن. ده بالنسبة لإيه؟ ده بالنسبة للحالة الأولى، قطعت 100 متر في نفس الزمن. بعد 5 ثواني كانت الحمراء قطعت 100 متر، إنما الزرقاء كانت لسه قطعة 50 متر. طيب بالنسبة للحالة التانية هنقول له السيارة الحمراء أسرع لأنها استغرقت زمن أقل 5 ثانية في قطع نفس المسافة اللي هي كام؟ اللي هي 100 متر. يبقى هنا المسافة كانت ثابتة، ولكن الزمن اللي استغرقته السيارة الحمراء كان أقل. طب في الحالة الأولى، في الحالة الأولى المسافة كانت أكبر اللي قطعتها السيارة الحمراء، والزمن كان ثابت 5 ثانية. بعد 5 ثانية السيارة الحمراء قطعت 100 متر والسيارة الزرقاء قطعت 50 متر فقط. تمام. طب لغاية هنا احنا عاوزين نوصل لإيه؟ احنا عاوزين نوصل ان وصف السرعة ووصف الحركة يعتمد على عاملين اساسيين. عاملين اساسيين ايه هما؟ اول حاجة المسافة، تاني حاجة الزمن. يبقى احنا علشان نقول الجسم دوا سرعته كبيرة ولا صغيرة بنشوف حاجتين: المسافة اللي بيقطعها الجسم دوا او طول المسار، والزمن المستغرق لقطع هذه المسافة. ومن هنا قدرنا نتوصل لقانون مهم جدا وهو قانون السرعة. قلنا السرعة هي خارج قسمة المسافة على الزمن. السرعة عين بتساوي المسافة على الزمن، لأن السرعة بتعتمد على المسافة والزمن. وقال لك ويمكن استنباط تعريف السرعة من خلال العلاقة الرياضية. مش انت بتقول لي السرعة بتساوي مسافة على زمن؟ يبقى السرعة هي المسافة المقطوعة خلال وحدة الزمن. المسافة المقطوعة خلال وحدة الزمن. وممكن كمان نقول ان السرعة هي المعدل الزمني للتغير في المسافة. المعدل الزمني للتغير في المسافة او المسافة المقطوعة خلال وحدة الزمن. ادي عندنا التعريفين في المذكرة مكتوبين. التعريف الاول المسافة المقطوعة خلال وحدة الزمن، التعريف الثاني المعدل الزمني للتغير في المسافة. السؤال اللي بعده يجي يقولك في الامتحان من خلال الكلام ده كله: متى يتساوى مقدار سرعة الجسم مع مقدار المسافة التي يقطعها؟ متى أقول إن عين اللي هي السرعة، ده رمز السرعة خلي بالك، بتساوي ف اللي هي المسافة؟ هنقول له عندما يقطع الجسم هذه المسافة خلال وحدة الزمن 1 ساعة أو 1 دقيقة أو 1 ثانية. يعني إيه يا مستر؟ مش فاهم حاجة. دلوقتي مش إحنا قلنا إن السرعة بتساوي المسافة على الزمن؟ طبعا السرعة بتساوي ف على زين المسافة على الزمن. طيب لو الجسم ده قطع مسافة 50 متر، كام؟ 50 متر خلال 1 ثانية، يبقى انت تقدر تقولي ان بالطريقة دي علشان نجيب السرعة هنقول ايه؟ هنقول مسافة على زمن 50 على 1. 50 على 1 ثانية هتطلع معاك السرعة بقد ايه؟ هتطلع معاك السرعة ب50، لان اي حاجة على 1 هتطلع بنفسها. عين هتساوي 50. في الحالة دي هنقول له عين هتساوي 50، يعني عين هتساوي المسافة هتساوي نفس المقدار، كام؟ 50. المسافة ب50 والسرعة ب50. في الحالة دي هيتساوى. نفس الكلام لو 1 دقيقة، 50 على 1 هتطلع 50 متر على الدقيقة. يبقى برضو لما تبقى المسافة المقطوعة 50 متر خلال 1 دقيقة، السرعة هتساوي 50 متر، السرعة هتساوي المسافة. انت شرط عندك علشان يحصل تساوي ما بين السرعة والمسافة ان الزمن تبقى بكام؟ تبقى ب1. 1 ساعة او 1 دقيقة او 1 ثانية.
هنا برضو ممكن في الامتحان يجي يقولك علل. نمسك أول حاجة، تزداد سرعة الجسم المتحرك كلما زادت المسافة المقطوعة خلال نفس الزمن. ليه بيحصل زيادة في السرعة لما تزيد المسافة؟ كل لما الجسم يقطع مسافات أكبر في نفس الزمن بتزداد سرعته. تقول له لأن السرعة تتناسب، مظبوط، طرديا مع المسافة عند ثبوت الزمن طبقا للعلاقة عين بتساوي ف على ز. طب ليه قلنا طرديا؟ دلوقتي هنا عين دي تعتبر اللي هي السرعة تعتبر على 1، تمام، تعتبر على 1. هنا البسط اللي هي السرعة والمسافة موضوعة برضو في البسط، يبقى بسط مع بسط يبقى كده ايه؟ يبقى كده علاقة طردية، لأن السرعة موجودة في البسط والمسافة موجودة برضو في البسط. وعلشان أسهلها لك أكتر، علاقة طردية يعني كلما زادت المسافة تزداد السرعة، طردية نفس الحاجة. طب لو قلت المسافة تقل السرعة، ده معناها علاقة طردية. نيجي على الحاجة التانية لما يقولك علل. تزداد سرعة الجسم المتحرك كلما قل الزمن المستغرق لقطع مسافة معينة. بسيطة وسهلة. السرعة تتناسب عكسيا مع الزمن عند ثبوت المسافة طبقا للعلاقة عين بتساوي ف على ز. هنا زي ما اتفقنا العين دي تعتبر على 1. السرعة دي موجودة في البسط، طب والزمن موجود في المقام، يبقى العلاقة ما بينهم عكسية. عكسية يعني كل لما يقل الزمن بيحصل ايه؟ بتزداد السرعة مع ثبوت المسافة. لازم المسافة تكون ثابتة، لازم الطرف الثالث يكون ثابت. يبقى خلي بالك انت بتعرف العلاقات دي من القانون. لما اقولك سرعة مع مسافة، ايه علاقة السرعة بالمسافة؟ تقول لي السرعة موجودة فين؟ في البسط، والمسافة موجودة فين؟ في البسط. بسط مع بسط او مقام مع مقام يبقى العلاقة ما بينهم طردية. طيب هنا سرعة وزمن، ايه العلاقة ما بين السرعة والزمن؟ اقول لك السرعة موجودة فين؟ في البسط، الزمن موجود في المقام، بسط مع مقام يبقى علاقة على طول عكسية. خليك فاكر العلاقة ما بين بسط وبسط، مقام ومقام علاقة طردية. علاقة ما بين بسط ومقام او مقام وبسط دي علاقة عكسية. علاقة عكسية يعني ايه؟ يعني كل لما الزمن المستغرق لقطع المسافة يقل السرعة تزيد، بيحصل عكس، بيحصل حاجة عكس التانية، حاجة تقل حاجة تزيد. انما طردية لو حاجة زادت الحاجة التانية هتزيد بالتبعية للعلاقة الطردية. طبعا الكلام ده كله علشان يتحقق اي علاقة سواء طردية او عكسية لازم تكون مع ثبوت الطرف الثالث. يعني العلاقة ما بين السرعة والمسافة علشان اقول ان هي علاقة طردية لازم تقول لي ايه؟ عند ثبوت الزمن، عند ثبوت الزمن. طب لما اقول لك العلاقة ما بين السرعة والزمن متى نقول ان هي عكسية؟ لازم تكتب لي عند ثبوت المسافة. عندنا معلومة مهمة بيقول لك تختلف وحدة قياس السرعة تبعا لاختلاف وحدتي قياس المسافة والزمن المستخدمين كما يتضح من الجدول التالي. احنا في العادي بنقيس السرعة بايه؟ بنقيس السرعة بمتر على الثانية، صح كده؟ ولكن هو قالك انه ممكن تختلف وحدة القياس تبعا لاختلاف وحدة قياس المسافة والزمن. احنا عارفين طبعا ان السرعة بتساوي المسافة على الزمن، صح كده؟ لو انت عندك المسافة بالمتر والزمن بالثانية يبقى السرعة هتبقى متر على الثانية. طب لو انت عندك المسافة بالمتر ولكن الزمن بالدقيقة يبقى السرعة هتبقى بمتر على الدقيقة. نفس الكلام في اي حاجة. لو انت عندك المسافة بالكيلومتر طب والزمن بالساعة يبقى السرعة هتبقى ايه؟ كيلومتر على الساعة، وهكذا. الجدول ده مختصر لي وحدات القياس، بيقولك
لو المسافة بالمتر والزمن بالثانية، السرعة هتبقى متر على الثانية ومتر لكل ثانية. طيب لو المسافة بالمتر ولكن الزمن بالدقيقة، هنقسم متر على الدقيقة أو متر لكل دقيقة بالشكل ده. لو المسافة بالكيلومتر والزمن بالساعة، هيبقى السرعة كيلومتر على الساعة. لو المسافة كانت بالكيلومتر ولكن الزمن كان بالثانية، السرعة هتبقى كيلومتر على الثانية عادي خالص. ولكن احنا في اغلب المسائل هنشتغل بايه؟ هنشتغل بمتر على الثانية، بمتر على الثانية. طيب لما يجي يقولك ما معنى ان طائرة تتحرك بسرعة مقدارها 100 كيلومتر لكل ساعة، هو بيقولك بتتحرك ايه؟ بتتحرك بسرعة واداك السرعة. طب احنا اتفقنا ايه تعريف السرعة؟ مش قلنا السرعة هي المسافة المقطوعة خلال وحدة الزمن؟ ايوه، المسافة المقطوعة هي 100 كيلومتر خلال قد ايه؟ خلال 1 ساعة. ادي عندك الطائرة بتقطع 1000 كيلومتر خلال قد ايه؟ خلال 1 ساعة. كل ساعة بتقطع 1000 كيلومتر. يبقى هنقول له الإجابة الطائرة تقطع مسافة مقدارها قد ايه؟ 1000 كيلومتر خلال 1 ساعة أو في الساعة الواحدة. كل ساعة بتقطع 1000 كيلومتر. يجي يقولك برضو ما معنى أن سيارة متحركة تقطع مسافة مقدارها 100 متر في زمن قدره 2 ثانية. معنى كده ان هي بتتحرك بسرعة قد ايه؟ احنا قلنا السرعة عين بتساوي المسافة على الزمن. جابلك هنا ايه؟ جابلك هنا فعلا السرعة، وقالك اي ان السيارة تتحرك بسرعة مقدارها قد ايه؟ بسرعة مقدارها 50 متر على الثانية. هو عمل ايه؟ قالك السرعة بتساوي المسافة على الزمن، هتساوي المسافة قد ايه؟ 100 متر. 100 على الزمن 2 ثانية، 100 على الاتنين طلعت معايا بكام؟ ب50 متر على الثانية. ندخل على الجزء اللي بعده، تحويل وحدات قياس المسافة. لو عاوز تحول من كيلومتر إلى متر هتضرب فيه 1000. طب لو عاوزين نحول من متر لسنتيمتر هنضرب في 100. تمام لغاية هنا؟ لو عاوز تحول من سنتيمتر لمتر العكس، هتقسم على 100. لو عاوزين نحول من متر لكيلومتر هنقسم على 1000. ده بالنسبة لوحدات قياس المسافة. ندخل على وحدات قياس الزمن. علشان نحول من ساعة لدقيقة هتضرب في 60. طب لما تحول من دقيقة لثانية هتضرب برضو في 60، لأن الساعة فيها 60 دقيقة، طب والدقيقة فيها 60 ثانية. العكس، هتقسم من ثانية لدقيقة اقسم على 60، من دقيقة لساعة هتقسم على 60. ندخل على تحويل وحدات قياس السرعة، وخلي بالك من الجزئية دي مهمة جدا. لو عاوزين نحول من كيلو متر على الساعة إلى متر على الثانية هنضرب في 5 على 18. في كام؟ في 5 على 18. طب العكس، لو عاوزين نحول من متر على الثانية إلى كيلومتر على الساعة هتقسم على 5 على 18. هتقسم على 5 على 18، أو ممكن حاجة تاني، ممكن تضرب، ولكن تضرب 18 على 5. بدل ما كنت بتضرب 5 على 18 اضرب 18 على 5 عشان تحول من متر على الثانية إلى كيلو متر على الساعة. علشان نفهم الكلام ده أكتر هنحل تدريب. بيقولك 5 كيلو متر بتساوي 5 في نقط متر. اتفقنا علشان نحول من كيلو متر المتر بنعمل ايه؟ هنضرب 5 دي في 1000. مظبوط. طيب 3 نقط بتساوي نقط على 1000 كيلو متر. طبعا 3 متر، 3 متر بتساوي 3 على 1000 كيلو متر. طب ليه؟ مش احنا قلنا لما بنيجي نحول من متر إلى كيلو متر بدل ما كنا بنضرب في 1000 هنقسم على 1000؟ من كيلو متر المتر
نضرب في 1000. من متر لكيلومتر هنقسم على 1000. 6 كيلو متر بتساوي نقط في نقط في نقط سنتيمتر. يعني انت عاوز تحول ايه؟ عاوزين نحول من كيلو متر لسنتيمتر. اول حاجة كده هتضرب الستة في، علشان تحول من كيلو متر لمتر في الاول. ما انت لازم علشان تحول من كيلو متر لسنتيمتر هتحول من كيلو متر لمتر، بعد كده من متر لسنتيمتر. تمام. 6 في، علشان نحول من كيلو متر لمتر هنضرب في 1000. طب علشان نحول من متر لسنتيمتر اضرب في 100. يبقى انت كده هتضرب 6 في 1000 في 100. تمام. 1 ساعة بتساوي نقط في 60 في نقط ثانية. احنا علشان نحول من ساعة الى ثانية هنعمل ايه؟ هنضرب 1 ساعة في 60 في 60. ليه؟ انت علشان تحول من ساعة لثانية لازم في الاول تحول من ساعة لدقيقة. فالساعة فيها كام دقيقة؟ فيها 60 دقيقة، فهتضرب في 60. كده انت بقى معاك ايه؟ بيجي معاك الدقيقة. طب من دقيقة لثانية هتضرب في 60. يبقى 1 ساعة بيساوي 1 في 60 في 60. السؤال رقم 5. 2 نقط بتساوي 2 على 60 دقيقة. طبعا احنا متى بنقسم في حالة ان احنا هنحول من ثانية الى دقيقة. يبقى 2 ثانية بتساوي 2 على 60 من الدقيقة. يبقى ركز معايا، من دقيقة الى ثانية ومن ثانية الى دقيقة. خلي بالك بنعمل ايه؟ قلنا من دقيقة الى ثانية، علشان نحول الدقيقة الى ثانية اضرب في 60. طب علشان تحول الثانية الى دقيقة اقسم على 60. السؤال اللي بعده. 4 كيلو متر على الساعة بتساوي نقط في نقط متر على الثانية. قلت لك اضرب 4 في 5 على 18. ليه؟ علشان نحول من كيلو متر على الساعة الى متر على الثانية. طب 8 نقط بتساوي نقط على 5 على 18 كيلو متر على الساعة. طالما لقيت على، احنا متى بنقسم؟ لما بنحول من متر على الثانية الى كيلومتر على الساعة. هنقسم 8 على 5 على 18. مديك هنا وبيقولك ويمكن حساب كل من السرعة والمسافة والزمن كما يتضح مما يلي. هو ممكن في السؤال يديك المسافة والزمن ويطلب منك ايه؟ يطلب منك السرعة. انت في الحالة دي عندك مثلث القوانين، هتخبي السرعة. السرعة بتساوي ايه؟ بتساوي المسافة على الزمن. طيب لو مديك في السؤال السرعة والزمن وطالب منك المسافة، هتخبي المسافة وتشوف هتلاقي السرعة في الزمن من المثلث. لو مديك المسافة والسرعة وطالب منك الزمن، هنعمل ايه؟ هنحط ايدينا على الزمن اللي احنا عاوزينه، هنلاقي ان القانون بيساوي المسافة على السرعة. قانون الزمن بيساوي المسافة على السرعة. ناخد سؤال مهم على الكلام ده. بيقول لي هاجم احد الفهود غزالة، فاذا كانت سرعة الفهد 97 كيلومتر على الساعة، احسب المسافة بوحدتي الكيلومتر والمتر التي يقطعها الفهد للوصول للغزالة، علما بأنه استغرق 10 ثانية للوصول إليها. تمام. هو طالب لك ايه؟ طالب منك المسافة. انت عارف ان المسافة بتساوي سرعة في زمن من القانون. تمام. احنا عاوزين في الاول المسافة بوحدة الكيلومتر.
طالما طالب مني بوحدة الكيلومتر، السرعة عندنا بايه؟ 97 كيلومتر على الساعة، هنسيبها زي ما هي. طب الزمن ب10 ثانية، هنضطر نحوله من 10 ثانية للساعة. علشان نحول من الثانية للساعة هنعمل ايه؟ هنقسم على 60 في 60. ليه 60 في 60؟ علشان احنا هنحول من ثانية لدقيقة، 60 الأولى، وبعد كده من دقيقة إلى ساعة، عشان كده قلنا في 60 في 60. هنشوف هتطلع بكام. هنلاقيها بتساوي 1/360 ساعة. تمام؟ ده كده ايه؟ ده كده الزمن بالساعة. يبقى 97 في 1/360 هتطلع معاك بكام؟ هتطلع معاك ب269 من 1000. ركز معايا، كيلو متر. طيب دي المسافة بالكيلومتر. لو احنا عاوزين نجيب المسافة بالمتر هنعمل ايه؟ مظبوط، هنضرب 269 من 1000 في 1000 علشان نحول من كيلومتر إلى متر. هتطلع معانا بكام؟ هتطلع معانا ب269 متر. المثال رقم 1 عندنا في الدرس بيقول لي: تحركت طائرة من مطار أسوان وقطعت مسافة مقدارها 850 كيلومتر خلال 1 ساعة لتصل إلى مطار القاهرة. احسب السرعة التي تحركت بها الطائرة مقدرة بوحدة كيلومتر على الساعة ومتر على الثانية. نبدأ في الأول ونشتغل بوحدة الكيلومتر على الساعة. نجيب السرعة بوحدة كيلومتر على الساعة، لأن هو مديني ايه؟ مديني المسافة بالكيلومتر والزمن بالساعة. هنقول 850 المسافة على الزمن 1 ساعة، هتطلع معاك ب850 كيلومتر لكل ساعة. تمام. لما نيجي نجيب السرعة بوحدة المتر على الثانية هنعمل ايه؟ بسيطة، هتاخد 850 وهنضرب في 5 على 18 ونشوف هتطلع معانا بكام. هنلاقيها طلعت معانا ب236.1 متر لكل ثانية. تمام. السؤال اللي بعده هتحله بنفسك وتكتب الإجابة في التعليقات. بيقولك: احسب الزمن بالدقيقة. خلي بالك هو محدد هنا: الذي تستغرقه سيارة لقطع مسافة قدرها 200 كيلومتر، علما بأنها تتحرك بسرعة 80 كيلومتر على الساعة. ندخل على حل المثال التاني. بيقولك: قطار بدأ رحلته الساعة 6 صباحا. الساعة كام؟ الساعة 6. فمتى يكون موعد وصوله إذا كان القطار يتحرك بسرعة 40 كيلومتر على الساعة ليقطع مسافة قدرها 200 كيلومتر؟ تمام. هو كده مديك السرعة ومديك المسافة اللي هيقطعها القطار، وطالب منك ايه؟ طالب منك الزمن. طب ما احنا عارفين ان الزمن هيساوي ايه؟ هيساوي المسافة على السرعة. المسافة عندك بقد ايه؟ ب200 كيلومتر. طب والسرعة ب40. شوف 200 على 40 فيها كام؟ هتلاقيها بتساوي 5 ساعات. يبقى الزمن عندك، الزمن المستغرق 5 ساعات لقطع مسافة 200 كيلومتر. طيب هو اتحرك والساعة كانت 6 صباحا. كده هو هيوصل الساعة كام؟ لأن هو بيقولك: فمتى يكون موعد وصوله. اتحرك الساعة 6، استغرق 5 ساعات، يبقى هتقوله موعد
الوصول هيساوي، تحرك الساعة 6 ضيف عليها ال5 ساعات المستغرقة هتديك 11. يبقى موعد الوصول الساعة 11 صباحا. ندخل على ملحوظة مهمة، بيقولك ايه؟ بيقولك تزود السيارات والطائرات بمجموعة من العدادات، مثل ايه؟ مثل عداد السرعة وعداد المسافة، بالإضافة إلى ساعة ضبط الوقت وبوصلة تحديد الاتجاهات. يجي في الامتحان يقولك علل أهمية وجود عداد السرعة في الطائرات والسيارات. هنقول له ايه ببساطة؟ لأنه يستخدم في معرفة مقدار السرعة مباشرة. وانت بتتحرك بالعربية بتاعتك تلاقي كده ايه؟ تلاقي في عداد زي ده. العداد ده ايه وظيفته؟ بيوريك انت بتتحرك بسرعة قد ايه، فبتقدر تعرف من خلال العداد مقدار السرعة مباشرة. وبالنسبة للسرعة، احنا عندنا في الدرس بتاعنا نوعين من انواع السرعة. الجسم ممكن يتحرك بسرعة منتظمة، سرعة منتظمة، او سرعة تانية اسمها سرعة غير منتظمة. هنفهم كل حاجة بالتفصيل. اول حاجة لما نشوف السرعة المنتظمة هنلاقي الزمن المستغرق من النقطة دي للنقطة دي كام؟ 10 ثواني، والمسافة المقطوعة 100 متر. تمام؟ طب بالنسبة للنقطة دي والنقطة دي، الجزء ده المسافة المقطوعة 100 متر برضو، خلال قد ايه؟ خلال نفس الزمن 10 ثواني. لا الزمن ولا المسافة بتتغير. طيب النقطة دي والنقطة اللي بعدها، الجزء ده المسافة المقطوعة 100 متر، خلال قد ايه؟ خلال 10 ثانية. ايه اللي هنلاحظه في الشكل ده؟ اللي هنلاحظه ان السيارة بتقطع مسافات متساوية، مسافات متساوية خلال او في ازمنة متساوية. بتقطع 100 متر خلال 10 ثواني، 100 متر خلال 10 ثواني. لا المسافة بتتغير ولا الزمن بيتغير، المسافة ثابتة والزمن ثابت. يبقى المسافة المقطوعة خلال زمن معين ثابتة. تمام؟ نيجي نشوف السرعة غير المنتظمة. هنلاقي السيارة اتحركت من النقطة دي للنقطة دي في زمن قدره 10 ثواني. تمام؟ مفيش مشاكل. اتحركت قد ايه؟ اتحركت 100 متر. طيب من النقطة دي للنقطة دي، الجزء ده 120 متر، 120 متر خلال 10 ثواني. طيب الجزء ده 80 متر خلال قد ايه؟ خلال 10 ثواني. هنا خلال 10 ثواني بتقطع مسافات مختلفة، خلال 10 ثواني بتقطع مسافات مختلفة. في أول 10 ثواني قطعت السيارة 100 متر، في 10 ثواني بعد كده قطعت 120 متر، في 10 ثواني الأخيرة قطعت 80 متر. في الحالة دي بنوصف السيارة بنقول عليها بتتحرك بإيه؟ بتتحرك بسرعة غير منتظمة. ليه؟ بتقطع مسافات غير متساوية في أزمنة متساوية. مسافات غير متساوية، مرة 100 متر، مرة 120 متر، مرة 80 متر، في أزمنة متساوية، كل زمن 10 ثواني. لما نيجي نمسك الشكلين ونتكلم عليهم بشكل تفصيل أكتر من كده، يقولك يتضح من دراسة الشكلين السابقين السيارة A مالها؟ قالك تتحرك بحيث تقطع مسافات متساوية اللي هي 100 متر في أزمنة متساوية 10 ثواني، وتوصف حركة السيارة بأنها حركة بسرعة منتظمة أو بنقول عليها ثابتة. ثابتة يعني لا تتغير، السرعة هنا ثابتة. طب ازاي يا مستر؟ يعني ايه السرعة ثابتة؟ ممكن نفهم أكتر من كده؟ نفهم أكتر من كده. احنا عندنا السرعة بتساوي ايه؟ اتفقنا مع بعض مسافة على زمن. في الجزء الأول اتحركت السيارة ايه؟ مسافة 100 متر خلال
10 ثواني. اقسم مسافة على زمن 100 على 10، هتلاقيها طلعت لك بكام؟ السرعة في الجزء ده كانت ب10 متر على الثانية، صح كده؟ ادي السرعة ثابتة. طب في الجزء التاني نفس الكلام، 100 المسافة على الزمن، 100 على 10 برضو ب10 متر على الثانية. طب في الجزء الأخير اتحركت 100 متر خلال قد ايه؟ خلال برضو 10 ثواني. 100 على 10 هتلاقيها بتساوي 10 متر على الثانية. يبقى هنا السرعة ثابتة ولا غير ثابتة؟ لا طبعا السرعة ثابتة، لا بتقل ولا بتزيد. في كل جزء من أجزاء الطريق كانت السرعة ثابتة عندي وبتساوي 10 متر على الثانية. ده بالنسبة للسيارة A. طب بالنسبة للسيارة B، قالك السيارة B تتحرك بحيث تقطع مسافات غير متساوية. ركز في الكلام، مسافات غير متساوية. مرة كانت قطعت 100 متر، بعد كده قطعت 120 متر، بعد كده قطعت 80 متر، في أزمنة متساوية. كانت بتستغرق في كل جزء بتقطعه أو في كل مسافة مقطوعة نفس الزمن 10 ثانية. قالك وتوصف حركة السيارة بأنها حركة بسرعة غير منتظمة أو متغيرة. ازاي برضو يا مستر ممكن نقول على السرعة دي متغيرة؟ أقولك احسب السرعة. هتلاقي أول حاجة في الجزء الأول اتحركت قد ايه؟ اتحركت 100 متر خلال قد ايه؟ خلال 10 ثانية. يبقى 100 على 10 علشان تجيب السرعة هتلاقيها 10 متر على الثانية، مظبوط. طب والجزء التاني 120 على 10 المسافة على الزمن، هتلاقيها طلعت لك بكام؟ ب12 متر على الثانية. يبقى شوف هي كانت في الأول بكام؟ أول جزء كانت السيارة ماشية بسرعة 10 متر على الثانية، اتغيرت سرعتها بالزيادة بقيت 12 متر على الثانية. بعد كده في الجزء الأخير كانت قطعة السيارة 80 متر خلال قد ايه؟ خلال 10 ثانية. نقول 80 على 10 علشان نجيب السرعة هنلاقيها بتساوي كام؟ بتساوي 8 متر على الثانية. يبقى كده السرعة متغيرة ولا ثابتة؟ لا طبعا السرعة متغيرة. في الجزء الأول اتحركت ب10 متر على الثانية، الجزء التاني 12، الجزء الأخير التالت كانت بتتحرك ب8 متر على الثانية. مرة تزيد ومرة تقل، علشان كده بنقول عليها سرعة غير منتظمة أو متغيرة. من خلال فهمنا للكلام ده نقدر نعرف السرعة المنتظمة والسرعة الغير منتظمة. نبدأ في الأول بالسرعة المنتظمة، هي السرعة التي يتحرك بها الجسم عندما يقطع مسافات متساوية في أزمنة متساوية. طب السرعة الغير منتظمة هي السرعة التي يتحرك بها الجسم عندما يقطع مسافات غير متساوية في أزمنة متساوية، أو ممكن نقول كمان إيه؟ مسافات متساوية في أزمنة غير متساوية. هي أهم حاجة إنك تلاقي خارج قسمة المسافة على الزمن غير متساوي. طالما خارج قسمة المسافة على الزمن غير متساوي معنى كده ايه؟ معنى كده ان الجسم المتحرك لا يتحرك بسرعة منتظمة او يتحرك بسرعة متغيرة يعني. يبقى نقول تاني اخر جزء علشان نفهمه، مسافات متساوية في ازمنة غير متساوية. ازاي يعني؟ ادي عندك جسم قطع في الاول مسافة 100 متر، المسافة الأولى اللي قطعها كانت 100 متر، المسافة التانية 100 متر، المسافة التالتة 100 متر. تمام. أول جزء قطع فيه الجسم المتحرك 100 متر استغرق 10 ثانية. طيب لما جه يقطع 100 متر تاني استغرق 20 ثانية. في آخر جزء قطع 100 متر في 30 ثانية. بنقول على الجسم ده بيتحرك بسرعة غير منتظمة. ليه؟ قطع مسافات متساوية
خلال أزمنة غير متساوية أو في أزمنة غير متساوية. ولو جربت هتلاقي إن السرعة مختلفة. السرعة اللي هي خارج قسمة مسافة على زمن. هنا لما تقول 100/10 بكام؟ 100/10 ب10. طيب 100/20 هتلاقيها بتساوي 5. طيب 100/30 هتلاقيها بتساوي 3.33%. السرعة مختلفة، السرعة متغيرة. السرعة في الجزء الأول غير 100 متر التانية غير 100 متر التالتة، في اختلاف. لو قلتلك ما معنى أن سيارة تتحرك بسرعة منتظمة مقدارها 70 كيلومتر على الساعة، هتقول ايه؟ تقول أي أن السيارة تقطع مسافة مقدارها 70 كيلومتر كل ساعة. كل ساعة السيارة دي بتقطع 70 كيلومتر. علل. يصعب عمليا حركة السيارة بسرعة منتظمة. ليه السيارة صعب انها تحقق السرعة المنتظمة او الحركة بسرعة منتظمة؟ هتقولي لان سرعة السيارة تتغير حسب احوال الطريق. يعني ايه الكلام ده؟ الطريق ده بيبقى فيه احيانا ازدحام بيأثر على سرعة السيارة. بدل ما السيارة كانت بتمشي بسرعة 20 متر لكل ثانية، تبدأ تمشي بسرعة 15 أو 10 متر على الثانية، صح كده؟ أحيانا بيبقى فيه مطبات، أحيانا بيبقى فيه إشارات مرور، فبتقلل من سرعة السيارة، فصعب إنها تمشي بسرعة ثابتة. صعب إن السيارة تتحرك بسرعة ثابتة أو سرعة منتظمة. يتحرك مترو الأنفاق بسرعة غير منتظمة. نقول له لأن المترو يقطع مسافات غير متساوية في أزمنة متساوية، أو يقطع مسافات متساوية في أزمنة غير متساوية، وشرحنا الكلام ده. طب هل المترو فقط؟ لا، لو قالك أي حاجة ليه بتتحرك بسرعة غير منتظمة هتقوله نفس الكلام. لو قالك يتحرك القطار بسرعة غير منتظمة هتقوله لأن القطار يقطع مسافات غير متساوية في أزمنة متساوية، أو يقطع مسافات متساوية في أزمنة غير متساوية. ده السبب الرئيسي لحركة أي جسم بسرعة غير منتظمة. ندخل على المثال رقم 3 علشان نفهم أكتر. بيقولك هل تعتبر حركة الشخص على طول المسار الموضح بالشكل التالي حركة بسرعة منتظمة أم لا، مع بيان السبب. مديك شخص بيتحرك ومديك المسافة المقطوعة والزمن اللي بيتحرك خلاله. أول حاجة علشان نعرف إن السرعة اللي بيتحرك بها الشخص ده منتظمة ولا لا، نشوف هل السرعة ثابتة ولا بتتغير. هل السرعة ثابتة ولا بتتغير؟ نجيب أول حاجة عين واحد. سرعته في الجزء الأول، نكبر الصورة هنلاقيه قطع مسافة في الأول 2 متر خلال قد ايه؟ خلال 1 ثانية. يبقى بالشكل دوا عين واحد هتساوي المسافة على الزمن 2 متر على 1 هتطلع معاك بكام؟ ب2 متر على الثانية. طب نشوف عين 2 الجزء التاني، اتحرك مسافة قدرها قد ايه؟ هو كان قاطع 2 متر، خلي بالك كان قاطع 2 متر، بعد كده بقي 6 متر. يبقى المسافة ما بين النقطتين دول قد ايه؟ نجيبها ازاي؟ هنقول 6 ناقص 2. 6 ناقص 2 فيها 4 متر. ركز، بنجيب المسافة بين النقطتين، هو كان قاطع 2 متر وبعد كده بقوا 6 متر، يعني زاد عليهم قد ايه؟ زاد عليهم 4 متر، اتحرك بعديها 4 متر علشان يبقى وصل لمسافة كلية قدرها 6 متر. يبقى 4 على الزمن ب2 ثانية.
4 على 2 طبعا فيها 2 متر على الثانية، ده عين 2. طب نجيب عين 3، شوف هتساوي كام. من 6 ل8 مسافة قد ايه؟ من 6 ل8 يعني قطع قد ايه علشان يوصل ل8 متر؟ مظبوط، 7 8 يعني قطع 2 متر. قطعهم في خلال قد ايه؟ في خلال 1 ثانية، يبقى 2 على 1 تطلع معاك ب2 متر على الثانية. مظبوط. نجيب آخر حاجة عين 4، الجزء الرابع والأخير. هو كان واقف عند 8 وصل ل14 خلال 3 ثواني. من 8 ل14 يعني قطع قد ايه؟ نقول 14 ناقص 8 هتطلع معاك ب6 متر. يبقى 6 على 3 هتساوي 2 متر على الثانية. تمام. لو سألتك وقلتلك كده الشخص ده بيتحرك بسرعة منتظمة ولا سرعة غير منتظمة؟ تقولي لا، احنا نشوف السرعة، مقدار السرعة. السرعة الأولى كانت 2 متر، السرعة التانية كانت 2 متر، السرعة التالتة ب2 متر، السرعة الرابعة ب2 متر. السرعة مش بتتغير، طالما السرعة ثابتة لا تتغير يبقى الشخص ده بيتحرك بسرعة ايه؟ بسرعة منتظمة. يبقى هنا نقول له السرعة منتظمة. طب ليه منتظمة؟ نقول له لأنه يقطع مسافات متساوية. قدرها قد ايه المسافات دي؟ 2 متر بالتحديد في أزمنة متساوية، بالتحديد 1 ثانية. يعني ايه؟ يعني هو كل 1 ثانية بيقطع 2 متر، 2 متر لكل ثانية، يعني بيقطع 2 متر في الثانية الواحدة، بيقطع 2 متر في الثانية الواحدة. عشان كده بنقول السرعة 2 متر على الثانية، 2 متر كل ثانية. ركز معايا كويس جدا في المثال رقم 4 في الدرس. بيقولك تحرك جسم في خط مستقيم بسرعة منتظمة. خلي بالك هنا بيقولك ايه؟ بيقولك بسرعة منتظمة، وسجلت المسافة التي قطعها هذا الجسم في أزمنة مختلفة كما بالجدول المقابل. مديك جدول. تمام. أول حاجة بيقولك احسب سرعة الجسم. احسب سرعة الجسم. بما ان هنا عندك الجسم بيمشي بسرعة منتظمة، يبقى السرعة هتساوي، المفروض تلاقي 10 على 5. المسافة المقطوعة في الأول قطع مسافة 10 خلال زمن 5، تساوي قطع مسافة 20 خلال زمن 10. 20 على 10 تساوي قطع مسافة س على 15. هو طالبها، بعد كده طالب المسافة س والزمن ص. المفروض بعد كده هتساوي 40 على 20. 40 على 20 تساوي 60 على 30. 60 على 30 هتلاقي كله ده بيساوي كام؟ بيساوي 2 متر على الثانية. 2 متر على الثانية، يعني سرعة الجسم 2 متر على الثانية، سرعة منتظمة. هنا بيقول لك ما قيمة كل من س وصاد. نجيب في الأول س. س ده مسافة، يبقى نقول له المسافة س
هتساوي، احنا عارفين ان المسافة بتساوي السرعة في الزمن، صح كده؟ السرعة عندنا بكام؟ سرعة منتظمة ب2 متر على الثانية. في الزمن المستغرق لقطع المسافة س كان ب15 ثانية. ركز معايا، 2 في 15 هتطلع معاك 30 متر. 30 متر ده المسافة س. طيب الزمن ص، الزمن بيساوي المسافة على السرعة. المسافة المقطوعة خلال الزمن ص كانت 50 متر، واحنا عارفين السرعة سرعة منتظمة مش هتتغير ب2 متر على الثانية. 50 على الاتنين فيها 25 ثانية. يبقى كده احنا جبنا كل اللي كان مطلوب في السؤال. جبنا السرعة وجبنا المسافة س وجبنا الزمن ص. ندخل على آخر معلومة عندنا. أنا عارف إن أنا طولت، ولكن هو الدرس طويل وفيه معلومات مهمة جدا ولازم نحل عليه كتير. آخر معلومة بتقولي تنتقل جميع الموجات الكهرومغناطيسية كالضوء في الفراغ بسرعة ثابتة مقدارها 3×10⁸ متر على الثانية. خلي بالك من المعلومة دي، وبالشكل ده أقولك انتهت الحصة. وياريت زي ما قلنا نحل سؤال الحصة السؤال ده ونكتب الإجابة بتاعته في التعليقات. بفكرك تاني لو عاوز تشترك معانا في جروب الواتساب، الاشتراك بمبلغ رمزي، هتتواصل معانا على الرقم ده 010-290-62055. أشوفكم على خير في الفيديوهات اللي جاية.